مصطفى ابن اسكندرية، ابن منطقة السيوف. مصطفى اللي عنده 13 سنة في أولى إعدادي، كان قاعد في بيته في أمان الله، وفجأة عمته تعبت، نزل يجيب دواء لعمته من الصيدلية. مصطفى قابل الشيطان. أيوة، قابل الشيطان وهو ماشي رايح على الصيدلية. الله، الشيطان! أيوة، قابل الشيطان. الشيطان عمل له حاجة غريبة جدا. تعالوا بينا نعرفها، بس قبل ما نقول أي حاجة تعالوا نصلي على النبي كلنا في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي في الصورة ده مصطفى محمد مصطفى من اسكندرية، ابن منطقة السيوف. مصطفى كان قاعد في بيته في أمان الله، وهو قاعد على الساعة 8 عمته تعبت جدا، طلبت منه ينزل يجيب لها دواء. مصطفى ولد راجل جدا، متفوق جدا، محترم جدا. فعلا هو ده الولد اللي يتقال عليه ولد صالح. هو ده الولد اللي يتحط فيه كل عصارة خبرتك في تربية طفل مميز. بس سبحان الله، المهم مصطفى المهذب المحترم أخد الفلوس ونزل يجيب لعمته دواء من الصيدلية. وهو ماشي كده قابل الشيطان. الشيطان كان ماشي جنبه وجاي سكران ومتدهول على عينه. يعمل ايه؟ طلع مطوة قرن غزال وضرب مصطفى وغرز كل المطوة في جنبه. مصطفى مش عارف، في حاجة بتوجعني، بس هي ايه؟ حط ايده عليها، حط ايده وفضل مكمل طريقه للصيدلية، وهو عارف ان في حاجة بتوجعه والدم نازل منه، بس مش عارف هو انا ماشي في طريقي في امان الله، مين اللي عمل فيا كده؟ طب يا ترى انا فعلا اتضربت بسكينة ولا ايه؟ مشي على الصيدلية وهناك قال لهم بطني او جنبي او اي وجع، الضربة وجعت كل اعضاء جسمه. ففي الصيدلية بيشوفوا لقوا الولد نازف، وكان لابس حاجة غامقة فما كانش باين. لما شالوا ايده لقوا الولد كاتم الجرح بايده، في ايه. على ما جريوا بيه على المستشفى كان مصطفى فارق الحياة، كان توفى. وفي نفس اللحظة دي الشيطان كان مكمل مسيرته. أيوة، كان مكمل للآخر. وهو بيكمل لقى عامل ديليفري غلبان على باب الله، جاب نفس المطوة وراح غرزها برضه في نفس العامل ده. بس العامل لحقوه لما وقع في الشارع، وما عملش زي مصطفى ان فضل كاتم في نفسه لحد ما وصل الصيدلية عشان يجيب علاج عمته. مش عارف، ده جريوا بيه على المستشفى واسمه عبد الله عامل الدليفري اللي اتضرب من الشيطان اللي ضرب مصطفى، هي نفس الضربة ونفس المطوة. وهو دلوقتي في العناية المركزة. طبعا الكاميرات جابت كل ده، بس صعب اننا نقدم الكاميرات، بس هنقدم الفيديو بتاع انهيار الام ومع ابنها مصطفى اللي المدرس بتاعه كان بيحبه جدا، وكان كاتب له كلام جميل قوي زي ما انتوا شايفين. ملخص الحوار: يا مصطفى لما تكبر وتبقى دكتور اوعى تاخد مني فيزيتا، انت طالب متفوق. بيقول كان دايما يقول له كده: انت هتبقى دكتور مميز بس اوعى تاخد مني كشف. بيقول حزنت عليك يا مصطفى، من الطلبة المميزين عندي كان مصطفى هيحزن ناس كتير قوي. مصطفى طفل محترم جدا، ربنا يصبر أمه. وطبعا القاتل لازم ياخد عقابه، لأنه اعتبر عمل جريمتين وهو بقى عايش حياته مونون. شكرا لكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظرونا تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى. ربط له راس، ربط له راس من فوق كده، ربطيني ليه وربطيني ليه؟ ليه بتطبطب عليه كده؟ حاسس مشوار يا مصطفى؟ ماما جاتلك يا مصطفى.